السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم جميع اموات المسلمين وارحم ابويا يا رب العالمين. النهارده بقى جايلكم بفوطه كده، اختراع يا كوتش. بجد اشتروها وانتم مغمضين. الفوطه دي فوطه فوطه الدهون. عايزه اقول لكم كنت شارياها وانا خايفه جدا تطلع اي كلام لان سعرها غالي. ثواني يا احمد. سعرها غالي جدا. هي الفوطة ب300 جنيه ومعاها صابونة ب50، 350. مش عايزة اقولك هموت. بس الفوطة بجد تحفة تحفة تحفة. زي ما ظهر معاكم في الفيديو، انا بس بمسح بيها الحيطة، بمسح بيها السيراميك وبمسح بيها المطبخ، بتشيل الدهون معايا. الدهون دي كانت متراكمة عندي لدرجة ان انا ماليش نفس اصلا انضفها. الحيطة اللي هي ورا البوتاجاز على طول وجنبه، دي من اصعب الدهون عندي في المطبخ، واستخدمت معاها كذا حاجة وسلكة بقى وصابون ومنظفات كيماوية. مفيش حاجة جابت معاها نتيجة، وحاجة نظفتها بالبساطة دي والله العظيم غير الفوطة اللي هي فوطة الدهون. عايزة اقول لكم خلت الحيط عندي تلمع منورة منورة حرفيا. انا اليوم ده هي وصلتني الخميس، انا يوم الجمعة ده بقيت ماشية بيها في المطبخ، في كل حتة في المطبخ كده بمسح بيها. شايفين شكل المطبخ بصوا كان عامل ازاي؟ بجد رجعته جديد. يعني شايفين المطبخ بعد ما مسحته بيها، والحيطة دي الحيطة اللي جنب البوتاجاز على طول من الناحية التانية مش وراه. نورت حرفيا كده، نورت طراطيش دهون اهي. كنت برضو بكسل اعملها، نورتها. بس يوم الجمعة ده بقى فطرنا هنا بقى. بعد الفطار عملت لهم فطار شعبي كده، وبعد الفطار بقى عملت شوية قهوة. كنت عاملة لهم ترمس من بالليل، عملت شوية سوداني وشوية فول. وطلعنا بقى قعدنا على السطح، القعدة المفضلة بتاعتنا يوم الجمعة. كنت مطلعة فرخة ومطلعة كيس لحمة على اساس ان انا هتبل بقى ونشوي على السطح. بس اليوم ده كان برد جدا وما استحملناش بصراحة القعدة فوق، ونزلنا. فقلت خلاص هعمل لهم بقى اكل مصري كده اصيل، ملوخية ورز واسلق لحمة وناكل. دي قعدتنا المفضلة يوم الجمعة. الاولاد يلعبوا واحنا نقعد كده في الهوا الجميل النقي بتاع يوم الجمعة ده. بناخد شوية تسالي. ودي شواية بتاعتي، العمود ده اللي في وسط السطح ده الشواية بتاعتي بصراحة. يعني بحب اشوي عليها جدا. هنا بقى كنت بعد ما نزلت قلت اعمل كيكة، وانا بعمل في نفس الوقت الغدا. ما كنتش لسه جهزت الغدا، قلت اجهز بقى الغدا واعمل لهم كيكة. عايزة اقول لكم ان فوطة الدهون بقى، نرجع لموضوع فوطة الدهون، من الحاجات اللي انا ما كنتش مصدقة ان هي ممكن تنظف لي الحيطة من غير مية سخنة بقى، ومنظفات غالية ومنظفات مضرة بالصحة والبس كمامة والبس جلافز علشان ايدي وعشان نفسي. بجد الفوطة يا جماعة انتي بتغلي، كل اللي بتعمليه ان انتي بتغليها دقيقتين على النار، وبعد كده بتاخديها تمسحي بيها الحيط. دي اول مرة بس ان انتي بتغليها دقيقتين، ما تسيبهاش اكتر من دقيقتين. بعد كده مش بتضطري ان انتي تغليها غير مرة، مثلا كل 10 ايام، كل 15 يوم، كل اسبوع، زي على حسب بقى الدهون. وتمسحي بس، تمشيها بس على سيراميك المطبخ كده، هتلاقي الدهون بتطلع معاكي بكل سهولة، بكل سهولة حرفيا. من جمال بقى فوطة الدهون انا قلت هجيب ان شاء الله باذن الله كده المجموعة كلها. ده شكل الكيك بعد ما استوى وطلع من الفرن. بجد كانت كيكة تحفة. سلقت بقى لحمة وعملت كده الغدا المصري الأصيل. سلقت اللحمة وحمرتها، وعملت شوية ملوخية ورز، وحطيت بقى من اللفت اللي أنا عاملاه. وده كان غدانا. عايزة اقول لكم ان مجموعة الفوط غالية جدا، بس يعني قيمة مقابل سعر بصراحة. يعني الحاجة الفوطة تحفة. ولما شفتها واستخدمتها وعرفت ان هي مش اي كلام، انا قررت ان انا اجيب باقي المجموعة. قلت بقى اجيب بتاعة الازاز والتراب، وبعد كده اجيب اللي هو الجوانتي اللي بينضف بقى كل حاجة. برضو جوانتي بيبقى اسهل شوية من الفوطة، ان انت خلاص متحكمة فيه كويس ولابساه في ايدك وبتتحركي براحتك بقى. مع ان الفوطة برضو سهلة جدا. بعد ما الفوطة بقى، الناس كتير سألوني لما نزلت الشورتس، بيقولوا لي انت بتنضفي الفوطة بعد ما بتنضفي بقى الدهون ازاي؟
عادي انت بتغسليها تحت الحنفية عادي جدا. ممكن لو الدهون جامدة قوي وماسكة في الفوطة وما نزلتش مع المية بتغسليها بالصابونة بتاعتها، هي بتبقى معاها صابونة. الصابونة دي مكوناتها طبيعية طبعا، يعني ما فيهاش اي كيماويات خالص. الفوطة ما ينفعش تحط عليها اي حاجة كيماوية. ايه تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. واللي جاي دمار اللي جاي دمار يا جماعة. اكتبوا لي كومنتات حلوة كده تشجعني، علشان الشتا مخلياني منتخة حرفيا كده، انتخة يعني. عايزه اقول لكم بقى ان الفوطه لما نزلت الشورتس الناس مش مصدقه ان هي الفوطه بتعمل كده، وناس دخلت لي على الخاص انتي رشه حاجه على الحيط. انا مش حاطه اي حاجه على الحيط، هي الفوطه بس كنت بلاها ميه من الحنفيه، مش كمان ميه سخنه خالص. عايزه اقول لكم ان انا ماشيه بيها من يوم ما وصلت لي، انا ماشيه بيها في المطبخ في كل حاجه، بمسح بيها البوتاجاز، بمسح بيها المطبخ، اي حاجة بلاقيها في الحيطة في الرخامات، في اي حاجة في المطبخ، حتى لو التلاجة من بره عليها دهون بتمسحيها بيها بتطلعها بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة حرفيا. الموضوع بسيط جدا. علشان كده انا قررت هجيب ان شاء الله باذن الله باقي المجموعة ان شاء الله يعني. بس هنا بقى كنت بغرف الاكل، اكل بسيط، فيديوهات سهله ولذيذه. ولوجي كانت بتقولكوا باي، ازيكم عاملين ايه يا جماعه. كانت لازقه فيا عايزه اتصور عايزه اتصور. وده كان الغدا بتاعنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنوني بقى في فيديوهات جديده على خير ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه. هسيبكم هنا بقى مع باقي الفيديو، واسيبكم مع تروية الجمعة. عملت لهم جيلي بالموز، وعملت بقى النسكافيه وحطيت الترمس. ويوم الجمعة ده بيبقى اكل 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 زي ما انتم متعودين معايا. كل جمعة الفيديو بيبقى لازم اكل 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 اكل. ازيكم عاملين ايه؟ حطولي لايك.